ازاي الزمالك اتصدر الدوري في اول 8 او 9 جولات بالاحتواء؟ 4 حالات جدلية للتحكيم، 4 حالات في 4 مباريات اللي الزمالك تم احتوائه فيهم علشان يتصدر الدوري بشكل مؤقت لحين عودة الاهلي. الحالة الاولى كانت مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا. دونجا عنده انذار، دونجا بيحصل منه التدخل ده قدام عين الحكم الدقيقة 67 والزمالك متعادل 0-0. ودونجا هنا لو خد كارت اصفر تاني كان لازم هياخد الكارت الاحمر ويخرج في الدقيقة 67 والزمالك متعادل 0-0. فتم احتواء الزمالك ودونجا، والكورة رغم انها قدام عين الحكم ما حسبش فيها غير فاول، رغم ان لازم يصاحب الفاول ده قرار بانذار، وهنا ما حصلش. تم احتواء الزمالك علشان بعد كده الزمالك يكسب 2-0. المباراة اللي بعد كده مباراة الزمالك مع المقاولين العرب، وانا همشي معاك ان التدخل ده من عبد الله السعيد بالكوع على لاعب المقاولين ما يستحقش كارت احمر مباشر، لكن يستحق كارت اصفر. في نفس المباراه في بدايه الشوط الثاني تدخل من عبد الله السعيد على لاعب المقاولين العرب، الركبه في الركبه، ولاعب المقاولين عدى الكوره ورايح بهجمه مرتده في نص الملعب. وهنا عبد الله السعيد واجب ان هو ياخد انذار ثاني ويطلع من الملعب بالكارت الاحمر، والزمالك يلعب ناقص العدد وما ياخدش ولا نقطه في المباراه دي. لو لعب من اول الشوط الثاني ناقص العدد كان ممكن المقاولين يسجل، لكن تم احتواء الزمالك وما تمش طرد عبد الله السعيد من بدايه الشوط الثاني. المباراه اللي بعد كده كانت مباراه الزمالك مع المصري، وتخيل ان في اول 10 دقائق او ربع ساعه كان المصري ماشي بشكل كويس جدا وضيع فرص كتير قدام الزمالك، وجات له اللعبه دي او الحاله دي كان فيها ضربه جزاء على عمر جابر لصالح صلاح محسن. وهنا لا الفار شيك على اللعبه ولا الحكم راجع الفار ولا في اي حاجه، والكوره مرت مرور الكرام. والزمالك هنا لو اتحسب ضربه جزاء عليه والمصري في افضل حالاته والنتيجه 0-0 كانت النتيجه تغيرت تماما. لكن نفس الفار في اخر المباراه بيقرر انه يراجع لعبه للزمالك وبيحسب ضربه جزاء والنتيجه 2-1، فالزمالك بيفوز 3-1. المباراه الرابعه مباراة الزمالك مع الجونة اللي تعادل فيها 1-1. الكورة شبه لفت من بره خط المرمى، وهنا انا ما اقدرش اجزم ان هي لفت بكامل محيطها، لكن في فار مفروض انه يراجع اللعبة ويشيك عليها ويشوف الكورة عدت خط المرمى ولا لا. لكن كالعادة بيتم احتواء الزمالك وبيتم القرار يكون فيها لصالح الزمالك زي اي لعبة فيها شك علشان الزمالك يتعادل. تخيل الزمالك بيتعادل قدام الجونة، وهنا لو ما كانش اتعادل قدام الجونة وخسر، او خلينا هنقول ان الكرة ما عدتش، خلي الزمالك في مباراة المصري ما كسبش، خلي الزمالك في مباراة سيراميكا ما كسبش، خلي الزمالك في مباراة المقاولين لو اتطرد منه عبد الله السعيد اتهزم، هتلاقي الزمالك على الاقل بيخسر 5-6 نقاط ما كانش يوصل بيهم لقمة الدوري في وقت معين او لوقت مؤقت لحين عودة الاهلي اللي في الصدارة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله تكونوا عرفتوا ازاي الزمالك اتصدر الدوري في اول 8 او 9 جولات.